عارفين دي ايه؟ اكيد كل بيت عارفها، لان كل بيت الكبار والاطفال بيحبوها جدا. دي تشيكن ناجتس، بجد طالعه تحفه وجميله جدا ومقرمشه قوي وحلوه قوي. وتعالوا نكسروا واحده ونشوفوا جمالها، وهناكلها برضو ونسمعكم القرمش. شايفين جمال الناجتس؟ حلوه جدا. تعالوا بقى نسمع القرمشه واحنا بناكل والطعامه والحلاوه. مفيش اجمل من كده. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني، انا اسمي سما. اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الناجتس لايك وشير، ويلا بينا على الفيديو. ومعانا 4 قطع عيش توست، وهنشيل الأطراف الناشفة منه بس، وبعد كده هنقطعهم حتت صغيرة، ونجيب المفرمة أو الكبة بتاعتنا، أو تفرميهم بإيديكي، يعني سهلين قوي. وهنفرمهم ونوريكم شكلهم بعد ما يتفرموا. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ مخرز كده. وبعد كده معانا نص كيلو صدور فراخ، ومقطعينها حتت برضو عشان تبقى سهلة في الفرم. وهنجيب عليهم نص معلقة جنزبيل بودر، ونص معلقة ملح، ومعانا كمان نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة مليانة بابريكا. وبعد كده معانا معلقة صغيرة صويا صوص. وهنفرمهم وما تعملهمش ناعم قوي، لازم يكون فيهم ايه، خشنة شوية، يعني ما تعجنيهاش قوي. وهنحط معلقة زيت ونعجنها فيهم بالشكل ده علشان ما تبقاش تلزق واحنا بنشكلها. وهنعملها مستطيل بالشكل ده، ونفردها السمك اللي انتوا شايفينه ده بتاع 1 سنتي كده. ونبتدي بالمسطرة كده نعمل مقاس او اي حاجة عندك زي ما تحبي. ممكن ايدك تكون بتظبط قوي الخطوط اعمليها. والزيادات دي هنشيلها، مش هنرميها طبعا، هنشكلها تاني. شايفين بنعلم ازاي؟ نعلم كده، نعمل كل المستطيلات كده، والزيادة دي برضو هنشيلها. ونبتدي برضو نقطعهم بقطعة البيتزا مربعات كده، لو انت عايزة تشكليها دواير زي ما تحبي. وهناخد واحدة واحدة ونظبطها ونحطها على ورقة زبدة. على فكرة ممكن تخزنيها كده في التلاجة لمدة 2 شهر، بينها ورق زبدة، وتحطي ترصي ورق زبدة وتغطيه وتحطيه في الفريزر يقعد معاكي لمدة 2 شهر. ومعانا هنا بيضة، ومعلقة كبيرة لبن، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة ملح. وهنرب البيضة كويس. ومعانا بقسماط مطحون او سيريال مطحون، ونبتدي نغطس في البيض ونطلعها ونحطها على السيريال او البقسماط. نحط على السيريال ده، وبعد كده هنتبله كويس من كل الجوانب، ونحطه برضو على ورقة او على طبق كبير. واما تخلصي نبتدي نقلي، يكون عندنا الزيت سخن قوي. شايفين شكله جميل ازاي؟ وننزل في الزيت، واول ما نلاقيه بقى لونه ذهبي وحلو قوي كده نبتدي نقلب. ما تقلبيش وهو لسه طري وني عشان ما يتفرفتش منك، والتتبيله بتاعته تقع. شايفين شكله جميل قد ايه؟ وكده خلصنا الناجتس. بجد شكله تحفه وطعمه كمان حلو قوي وموفر، وحاجه نظيفه بتعمليها في بيتك ضمناها. وبجد بجد طعم وريح.